خلينا نقول ان دايما المسؤوليه الاكبر بتكون على صاحب الوعي. مم. تخيلي كده يا داليا، الوحي اول ما نزل ما نزلش يقول على طول التشريع كذا او القوانين اللي المفروض تتنظم حياتكم كذا، لا هو نزل يتكلم عن بيعرفنا بربنا، مم. بيعرفنا صفاته، بيعرفنا بمحبته، بيوصل للناس حتة الايه، الامان والطمأنينة والسلام، قبل ما ادخل بقى في حتة ايه الواجبات اللي عليكم. ففكرة ان انا بتعامل مع شخص هو لسه بالنسبة له أنا عندي الوعي، هو لسه بالنسبة له ما عندوش الوعي ده، طب أعمل إيه عشان أتواصل معاه؟ يبقى لازم من الأول إن أنا بديله مساحة الأمان، إن أنا أقول لا أنا متقبلك زي ما أنت دلوقتي، طيب أنا متفهم الدوافع اللي ممكن تكون ورا سلوكك، طيب الشخص ده حس خد فترة معايا وحس بفكرة الأمان بقى دي، طب ما تيجي بقى نحاول كده نقرب من بعض ونفهم بعض أكتر. الشخص اللي هو بيبقى عنده بذرة طيبة جواه بينتبه مع الأحداث، بينتبه مع التجارب، إن لأ، إن في مثلا في حاجات أو في سلوكيات بينا بتؤذي العلاقة دي، فلازم لأ أنا محتاج أشتغل مع الطرف الأولاني ده عشان نحافظ على العلاقة دي أو عشان نخليها أفضل. فبيفهم بالتجارب وبيستجيب بالتجربة قبل حتى ما يستجيب بالشكل النظري أو بالمعارف. لكن في بذرة بقى يعني غير فئة طيبة تانية. ايوه، ودي الصراحه بتبقى ابتلاء لصاحب الوعي. ياه. ليه بقى؟ لان هو بالنسبه له هو انا داخل انت تقبلني كده زي ما انا، بص انا مش جايه اشتغل احنا خلاص كتبنا الكتاب اه. ودخلنا وعلينا الجواب، حضرتك بقى انت تدبست. ده بالظبط اتحطيت قدام الامر الواقع واستحملني زي ما انا. مم. فده مهما عملتي معاه هو اصلا واخد قرار مع نفسه انه مش عايز يستجيب.